العراقيون يستعدون للعيد تحت وابل القصف. قصف استهدف مقر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي. قصف عنيف كان. وأيضا قصف استهدف لواء 12 التابع لحركة النجباء ضمن هيئة الحشد الشعبي في الطارمية. قصف مستمر بشكل يومي، ومثل ما ذكرنا يوم أمس يتحول إلى موضوع اعتيادي، يتحول إلى موضوع خبري كأنه حادث مروري يصير، لا يعكس واقع مستقر لدولة. ما حد يعرف منو يقوم به. هل هو الجانب الأمريكي؟ هل هو الجانب الإسرائيلي؟ هل هو جهة أخرى، طرف ثالث مثل ما يقولون جماعة؟ ماكو بيان تبني للقصف، وماكو بيان واضح من جهة رسمية عراقية يقول منو دا يقصف، يقول يابا هاي صور الصواريخ واكتشفنا منو دا يقصف. وليش هاي المقرات دا تنقصف؟ لا القاصف دا يقول ولا المقصوف دا يقول. إذا الأمر شكله راح يستمر حسب هاي المعطيات دا نشوفها، ماكو أشياء حقيقية دا تصير لإيقاف هذا القصف. اليوم شفنا صور وبيان من سيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزار قيادات هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس هيئة الأركان المعروف باسم أبو فدك. زارهم وقال أنه ندين استهداف الحشد الشعبي، وهذا كان موقف الحكومة من البداية، لأن الحشد ضمن تشكيلات الحكومة ويتبع قيادة أو القيادة العامة للقوات المسلحة. وأيضا ذكر البيان أنه ماكو شغلة اسمها منتسبين بالحشد يستهدفون دول مجاورة ويستهدفون أهداف داخل العراق وغيرها. فهنا الحكومة تدعم الحشد بهذه الرواية أنه منتسبيهم ملتزمين، ألويتهم ملتزمة، وما عندها تداخل في عمليات الفصائل. حسب الرواية الرسمية هذا يتركنا ويا موضوع أنه منو دا يسوي هاي الأشياء، منو دا يقوم بالاستهداف. إذا ناخذ الرواية الرسمية للهيئة أنه ما عندها أي لواء متورط ولا منتسب متورط، معناته الفصائل اللي تقوم بهذه الأفعال يجب أن يتم محاسبتها قانونيا، يجب أن تعتقل، يجب أن يتم وضع حد لأفعالها، لأن تسبب أفعالها رد فعل من أي جهة كانت، وتدخل الحشد كله والبلد كله في حالة حرب البلد ما يريدها، لأن الناس دايما احنا ملتزمين بالتوجيهات والقرارات والأوامر. منو هاي الجهات؟ الموضوع صعب، ما راح تقدر تلقفهم، صح لو لا؟ زين شنو رأيك إذا أقول لك إنه أحد هذه الجهات طلع وقال إحنا استهدفنا السفارة الأمريكية وراح نوقف الاستهداف لمدة 5 أيام بمقابل هدنة وراح نحكي بشروطها. زين شنو؟ يقول لك إيه خلي يستهدف السفارة الأمريكية، خلي يضربهم، قوات محتلة ونظام محتل وجاي قاعد ببغداد ولازم نطلعه. الحكومة العراقية والقضاء العراقي ذكروا أنه استهداف البعثات الدبلوماسية العراقية الأجنبية الموجودة في بغداد والمحافظات هو فعل مخالف للقانون. والقضاء أصلا رئيس مجلس القضاء السيد فاروق زيدان المحترم قال أنه هذا الفعل يعاقب عليه قانونيا بتهم تصل إلى حد الإعدام. حد الإعدام، يعني موضوع جدي كلش. وقالوا انه استهداف البعثات الدبلوماسيه يدخل البلد في اول شيء موقف عزله دوليه، ممكن يصير عليه عقوبات، ممكن سحب لبعثات دبلوماسيه، ويدخل البلد في متاهات دبلوماسيه واقتصاديه وسياسيه مع دول العالم هو في غنى عنها وما يقدر اصلا يسيطر على نتائجها. لا بل لا بل انه هذه الافعال هي نهائيا غير مقبولة، لأن العراق ملزم قانونيا بحماية البعثات الدبلوماسية. هذا مو كلامي، هذا كلام السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم القاضي فاروق زيدان والحكومة العراقية. زين هذا الفصيل اللي هو كتاب حزب الله عنده متحدث جديد باسمه، أو مسؤول الأمني خلينا نسميه، المسؤول العسكري أبو مجاهد عساف، طلع بيان قال احنا في كتاب حزب الله راح نوقف الهجمات على السفارة الأمريكية 5 أيام. إذا هذا مو اعتراف رسمي من كتاب حزب الله بأنهم هم من يقومون بالأفعال التي وصفت بالخارج عن القانون والإرهابية، ما أدري بعد شلون يكون الاعتراف الرسمي. راح نشاهد ملاحقة قانونية لهذا الفصيل. هذا الفصيل عنده وجود بكل مكان.
عنده نواب دعمهم في البرلمان أصلا. منصاته كانت تنشر بيانات الفصيل يقولون دعموا فلان كتلة وصوتوا فلان كتلة وكذا. هذا معناته هذول المرتبطين بهذا الفصيل الآن هم إرهابيين لأن يعترفون هم قاموا بفعل إرهابي. هذا هو الكونفنشنال ويزدم أو هاي الحكمة التقليدية، أنه هذا الشيء لازم يصير، أنه هذا الفصيل دي يعترف بأنه قام بفعل إرهابي. خلاص حليت لكم إياها تصفيق. ما راح يصير هذا الشيء، على ما يبدو ما راح يصير للأسف. ونتأمل يصير هذا الشيء، نتأمل أكو محاسبة قانونية لأي جهة تقوم بفعل إرهابي يهدد مصالح البلد، يدخل البلد في متاهات. طبعا بعد هاي الهدنة استهداف المطار ومحيط المطار ومركز الدعم الدبلوماسي بالمطار استمرت. والشيء اللاحق من صار هذا كان بعد أخطر. تم استهداف قاعدة كركوك الجوية. نزل بيان رسمي، نزلت صورة، إذا راح تطلع شباب الكادر إذا ممكن طلعونا الصورة، صور قاعدة كركوك، ويظهر بها أحد مقرات طيران الجيش بعد أن تم استهدافه. طبعا طيران الجيش العراقي هذا، مو الجيش الأمريكي ولا غيره، طيران الجيش العراقي، طيران مروحي تشوفوه أحيانا عندهم غير أنواع طيارات. تم استهدافه والدمار كان واضح في قاعدة كركوك الجوية اللي ما بيها أحد، عدا العراقيين ما بيها أحد. تم استهدافه. الآن يتم استهداف قواعد عسكرية عراقية. إلى متى؟ إيش قد راح نبقى بهذا المجال؟ إيش قد راح نبقى نتحمل والبلد يتحمل استهداف لقواعد الحيوية والعسكرية؟ وهاي همين صارت، وطلع لنا استهداف آخر لقاعدة العراق البحرية الموجودة في البصرة. عندنا قواعد جوية وعندنا قاعدة بحرية موجودة في البصرة، تم استهدافها وسيرتين. هذا الاستهداف اجى بعد بيان لفصيل ملثم اسمه أصحاب الكهف. هذا الفصيل حذر تحذير أخوي للجيش العراقي والقوات في هذه القاعدة البحرية أنه أكو رادار، هذا الرادار لازم تطفوه، وإذا ما طفيتوه راح نستهدفه. تخيل أكو فصيل مسلح ملثم ده يهدد تشكيلات عسكرية عراقية تحمي البلد، دي يقول لها لو تسوون هيك لو احنا نتصرف. هاي يسموها بلطجة، هذا يسموه إرهاب، هذا يسموه تهديد لمصالح الدولة وأمنها القومي ومؤسساتها وتشكيلاتها وجيشها، وقرار قائد العام للقوات المسلحة، وقرار القضاء العراقي، وقرار الحرب والسلم اللي تاخذ الدواء 10 أشياء بعد أنا ما بالي. هذا الفصيل نزل إحداثيات وبيان كامل بعد أيام قليلة تم قصف هاي القاعدة البحرية. ما نعرف إذا هو هذا الفصيل نفسه قصفه، إذا كانوا يحاولون يقصفون الكويت مثلا والصواريخ بالغلط وقعت هناك، ما نعرف. تايهة الوضعية. هاي مو وضعية، هاي مو وضعية، وهذا الأمر ما راح أقول غير صحيح، غير قانوني، ما يصير. وإلى متى؟ اللي يراقب الوضع الآن راح يشوف إنه القصف الجوي راح يستمر. ما حد يعرف من وين جاء هذا القصف وليش وش دا يصير، من المستهدف، ما حد. وقصف هذه الجهات مستمر على أربيل، على سليمانية، على قواعد بحرية وجوية، على دول الجوار، مستمر. يقول لك بدنا نقوم بعمليات احنا على مطار بغداد. يتوقع ممكن تصير طيارات، ممكن تصير مدرج، ممكن تصير برج المراقبة. هاي موارد دولة. استهداف مصافي، استهداف حقول نفطية. هذول الناس الآن يمارسون دور الجيش، يمارسون دور وزارة الخارجية، يمارسون دور الجهات الأمنية. كل هم احنا الدولة، هم يقولون احنا الدولة، هم مو الدولة، هم لا دولة. لدينا دولة، لدينا حكومة، لدينا وزارات معنية، واحنا كمواطنين ناخذ
قراراتنا وأوامرنا وتصرفاتنا من هذه الجهات الرسمية، مو من الجهات اللي تسوي كل هذه التصرفات اللي تخالف قرارات الدولة. لحد الآن كل هذا الأمر مقلق جدا، ودي خلينا نوصل إلى مرحلة أنه ما هي نهاية اللعبة، الأند جيم شنو هي؟ هل كل هذه التصرفات مرتبطة بحرب إيران؟ إذا كانت فهذه طامة كبرى أنه إحنا نخرب بلدنا على مود حرب تصير في بلد ثاني، وهذا الأمر صادم. لكن الإشارات اللي وصلت من زعيم حركة النجباء، من المعاون الثقافي السابق لهيئة الحشد الشعبي اللي طلع في فيديو شفته يوم أمس، ما أعرف تاريخ إذا كان خلال الأيام الماضية أو أسبوع أو أقل، دا يتهم أربيل ويشتم بأربيل ويقول هذا المعاون الثقافي السابق أعتقد السابق، ما أعتقد بعد المنصب، مقرب جدا من كتاب حزب الله وبقية الفصائل، يدين بالولاء للمرشد في إيران السيد الخامنائي، دا يقول إنه أربيل صارت وكر للإسرائيليين والأمريكان وكذا كذا وكذا، ونازل وصاعد وسب وشتم، ويجب على الحكومة العراقية يؤذن. هذا معناته أنه أي قائد سياسي عراقي من ضمنهم القادة المقربين من الفصائل من يروحون الأربيل، هل هذا معناه تخابط مع جهة تحتوي على محطات موساد مثل ما يدعي السيد؟ إذا هذا يعني طامة كبرى. عوفنا من هذا. ايش دا يقول بالفيديو؟ دا يقول انه يجب اخراج السفارة الامريكية من البلد واغلاقها، من نريد امريكان بالبلد. وهذا الكلام دا نسمعه ايضا من زعيم حركة النجباء ومن جهات اخرى من ضمنهم نواب مقربين من الفصائل. هذا معناته انه الجماعة يريدون تصرفات تعبر موضوع الاشتباك اثناء الحرب بين ايران وامريكا واسرائيل. لا، يريدون يفرضون سياسة جديدة، وهي سياسة تتكلم عنها إيران، وهي سياسة إخراج الأمريكان من منطقة غرب آسيا، حتى لو كانت على حساب اقتصاد وعلاقات ومصالح الدول مثل العراق اللي تربطها شراكات طويلة الأمد، اقتصادية سياسية أمنية مع الولايات المتحدة. ومن دخل هاي الشراكات؟ دخلهم الأحزاب اللي جتي بعد 2003 اللي تقود البلد الآن، هم اللي وقعوا هاي الاتفاقيات، مو أنا وأنت عزيزي المتابع. هيك الناس صغار بالعمر، هم اللي وقعوها وهم قالوا ثانك يو مستر بوش، هذا توقيعنا، ونسوي اتفاقيات اطار استراتيجي واتفاقيات كذا كذا، وما نعرف بعد شنو نوعيه الاتفاقات والتفاصيل والاجتماعات اللي صارت. وكل ما اباوع بالاوراق والتفاصيل الامريكيه الارشيفيه انصدم مرات. كل هذا معقوله؟ هذا الحاج المقاوم هيك يحكي؟ ايه، الكثير من هالاشياء، كثير من هالاشياء خلف الكواليس اللي صارت، والناس مصدقة، بعضهم مصدقة بهذولا خطاباتهم الحلوة اللي تجيب أصوات انتخابية وتجيب سيارات فارهة وقصور وغيرها. فالموقف أنه يتحول إلى سياسة فرض إرادة في العراق، وهذا شيء خطير، لأن من يكون عندك جهة مسلحة تفرض إرادتها على الدولة، أنت بعد أنت وحظك، هم ايش راح يقررون ايش راح يسوون. أول شيء لأن هم أصلا ما يحاولون يسووها لمصلحتك كناخب أو كقاعدة شعبية أو لدولة، لا، يسووها لمصلحة جهة أخرى يؤمنون بها، يؤمنون ماكو حدود بين الطرفين، وأنه القائد العام في إيران هو اللي يقودهم، مو شخص قاعد بالعراق. نشوفكم بعد الثانية. إسرائيل جتي وقصفت حقل بارس الإيراني. حقل غازي مهم جدا، هو الامتداد الشمالي، الامتداد الإيراني لحقل غازي قطري. طبعا الغاز مهم جدا في العالم، وشفتوا حرب أوكرانيا وروسيا خلت الغاز بأوروبا يصعد والطاقة تصعد، وحسابات عالمية كلها تنبني على هذا الشيء، الطاقة، حروب الطاقة. إيران سوت، قالت ها تقصفون حقول الغاز مالتنا، أنا أعلمكم. راحت قصفت حقل الغاز القطري بعد التهديد، وقصفت همينة أو حاولت تقصف بقية حقول الطاقة والبنى التحتية في السعودية والإمارات والكويت، وقالت أنا أعلمكم، أنا راح أتصرف وراح أرد.
واليوم قبل بث البرنامج بساعتين قصفت مصفى مهم وحيوي جدا في حيفا، مصفى إسرائيلي. وهذا المصفى يعني ينطي نسبة كبيرة من الطاقة والوقود في البلد في إسرائيل، بنزين ما بنزين، طاقة طيارات، أي شيء ممكن تتخيله في هذا المجال يطلع من هذا المصفى الكبير. إيران وصلت له وكانت رسالة أنه نقدر نضرب البنى التحتية الخاصة بالطاقة. طبعا هذا تطور كبير كان، وبدأت الاستنكارات من الدول العربية والإسلامية والأجنبية. وقطر قالت أنه هذا الدمار اللي صار في حقل الغاز هذا راح يحتاج على الأغلب 3 إلى 5 سنوات عن يتصلح على مود ترجع النسبة المفقودة. تكون نسبة معينة فقدت الآن، وهي نسبة خطيرة راح تأثر على الإنتاج والغاز اللي دا يوصل لأوروبا من قطر بسبب هذا القصف. ترامب ايش قال؟ ترامب طلع يوم أمس في تغريدة أو توث على منصة توث، وش قال؟ قال إنه إسرائيل ما بلغتنا بهذا الشيء. ملخص الكلام إنه ممنوع إسرائيل بعد تقصف حقول الغاز الإيرانية، لأن إحنا هو إيش دا يقول؟ دا يقول إنه هاي نريدها للشعب الإيراني بعدين، ليلمح إنه هاي ممكن تكون مفيدة للشعب الإيراني. وأيضا هو يعرف حتى لو بقى النظام الإيراني بحاله وهاي الحقول النفطية والغازية بقت تحت إيده، راح نقول سوق الطاقة العالمي ما راح يتأثر بفقدان نسب كبيرة من الإنتاج، لأن بالنهاية إذا إيران ما صدرت الأسعار راح تصعد، فيحتاجون إيران تستمر بالتصدير. لكن وجه تحذير شديد جدا لإيران. إيش قال؟ قال إنه إذا إيران استهدفت قطر راح أدمر حقل الغاز مالتهم. إذا استهدفت قطر مرة أخرى أو الغاز القطري والبنى التحتية للطاقة في قطر، راح أدمر الحقل الإيراني بصورة هم ما متخيليها. فراح نشوف الإيراني راح يستمرون باستهداف حقول الغاز القطرية أم لا. إذا استمروا معناته ترامب راح ينجبر يضرب حقل الغاز الإيراني، فهنا ممكن هم يكون عندهم خلينا نقول معادلة. والإيرانيين مرات ياخذون هيك حسابات، يقول لا ما راح نضرب الغاز القطري. اليوم هذا الخبر سريع راح أحطه ويا الفقرة هاي. قبل بث الحلقة بشوية إيران قالت إنه إحنا ضربنا طيارة F-35 أمريكية، F-35 لايتنينج 2. والإعلام الأمريكي تحدث قال إنه صح أكو طيارة F-35 تضررت وجت نزلت نزول اضطراري في قاعدة أمريكية في المنطقة، طيارها بخير يعني حالته مستقرة. لكن ما ذكرت القيادة المركزية شنو سبب النيران أو ضرر صار بالطيارة، ما أكدت ولا نفت الرواية الإيرانية. فننتظر نشوف إذا فعلا الإيرانيين قدروا يصيبون هاي الطيارة. واحدة من اثنين هي، لأن هم لحد الآن احنا دخلنا أو راح نكمل 3 أسابيع من الحرب، هاي أول طيارة عسكرية أمريكية بداخل إيران ليضربوها. الأمريكان لحد الآن فقدوا 4 طيارات بيها طيارين، 3 كانت في الكويت نتيجة خلينا نقول نيران صديقة من الكويتيين، وطائرة إضاءة جوي فوق العراق قالوا ما طخها شيء، كانت اصطدام ويا طائرة ثانية. لكن داخل إيران أكو عدد هائل من الطلعات لحد الآن ما قدروا يصيبون هاي الطيارات. إذا فعلا أو أتوقع على الأغلب كانت بنيران أو صاروخ إيراني، واحدة من اثنين، إما كان يعني محاولات الدفاع الجوي مستمرة في إيران وأكيد راح يصيبون واحدة، لأن لحد الآن ما مصوبينهم ولا واحدة. يعني هي المعادلة الرقمية إنه آلاف الغارات والطيارات، أكيد صاروخ دفاع جوي شيء راح تلوحه عطل يصير فوق البلد، ما لحد الآن ما مصوبين. العراق في عام 1991 وقع طيارات أمريكية F-15 15 و 16 نسيت، وقعها فوق العراق، الدفاعات الجوية العراقية، وأسر طيارين أمريكان. بس إيران لحد الآن ما موقع فوق إيران. إذا فعلا هم موقعيها، واحدة من اثنين، إنه مثل ما قلت ممكن يصير هذا الشيء عادي، أرقام لعبة أرقام، أو عندهم مساعدة من دولة أخرى، أو عندهم سلاح بعد ما مستخدميه هو. وهنا راح تتغير المعادلة كلها، ممكن تتصاعد بسرعة، ممكن تنخفض شوية. لازم نبقي عيننا على المرحلة القادمة من الحرب الجوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. بعد هذا الاستهداف
والاستهدافات الماضية، السعودية احتضنت اجتماع لدول عربية وإسلامية في المنطقة. العديد من الدول شاركت: الإمارات، البحرين، الكويت، تركيا. العراق ما كان مشارك، ولا سلطنة عمان. كلام وزير الخارجية السعودي اللي راح تسمعون هسه مقتطفات منه كان مختلف هالمرة، كان شديد اللهجة بصورة دبلوماسية. ما هدد انه راح ندخل عسكريا وراح نسوي كذا، بس هدد بصورة نفتهمها من الخطاب السعودي. اول فقرة الاعزاء بالكادر اذا تقدرون تحطوها، وراح نسمع الصوت مع بعض انا وانتم اعزائي المتابعين. اول فقرة ركز عليها من دي يتكلم عن السعودية، دي يقول السعودي عن ايران، اعتذر، دي يقول ايران ما كانت شريك، والثقة القليلة اللي كانت موجودة تحطمت. هذا معناته أن دول الخليج قد ترى أن وجود النظام بوضعه الحالي إذا انتهت الحرب اليوم قد يكون خطر طويل الأمد عليهم، فأما يضعف أكثر أو ما يتبدل النظام. هذا قد يكون ما يقصدون به في هذا الكلام، نفتهمه أنه هذا النظام دائما راح يكون خطر عليهم. إذا الفيديو موجود لوزير الخارجية السعودي بهذا التصريح، أتمنى نسمعه مع بعض. أوكي. فهذا المقطع كلش مهم، كان أنه السعودية الآن تصعد الخطاب. اليوم فيديو المعايدة السعودية للقوات المسلحة السعودية كانت طيارات ودبابات ودفاع جوي. ما نعرف السعودية ايش ناوية تسوي، لأن استهداف إيران لدول المنطقة وطاقتها وبناها التحتية ما ممكن يستمر هكذا. ما ممكن، لأن هاي نقطة ضعف تعتبر للخليج. حتى لو انتهت الحرب، أمريكا تقدر تحمي نفسها، إسرائيل تقدر تحمي نفسها، الخليج راح يقولوا إحنا شلون؟ راح يبقى النظام هيك باليد الطولة علينا يقصف بينا شو وقت ما يريد. صار سابقة خطيرة هاي. أثناء هذا الاجتماع اللي تشوفون صور الجماعية، جت هي صواريخ باليستية إيرانية على الرياض. إيران دا تتصرف بطريقة غريبة جدا، ما شفناها في عهد المرشد الثاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي. كانت أكثر سيطرة على الموضوع. خطابها كان قوي لكن كانت شوية هادئة في هكذا. بس الآن ببركات الحرس والمرشد الثالث نشوف تطرف أكثر أو خلينا نقول شراسة أكثر باتخاذ القرارات، بحيث الأتراك مصدومين يقولون ايش تسوون؟ احنا هنا راح نجتمع اجتماع مهم بدنا نحاول نوصل إلى حل، وانتم تضربون باليستي على الرياض. طبعا الرياض كانت تتعرض للقصف بالمسيرات، ما أعرف إذا قصفوها باليستي أو لا. لا، مو شيء اعتيادي كان باليستي يوصل للرياض تستهدف بالبالستين، لكن هالمرة صار هذا الاستهداف. وكو تصريح آخر لوزير الخارجية السعودي، تصريح تحدث به عن نفوذ العراق في الدول الإسلامية، أو أعتذر، نفوذ إيران في الدول الإسلامية والعربية ومنها العراق. ايش يقول؟ وزير الخارجية قال إنه إيران إذا تريد يكون لها دور إيجابي في المنطقة والدول الإسلامية والعربية ما تدعم الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان. بعدين ايش قال؟ اتهم، هذا نقلا عن كلامه، ما نوافق رأيه أو ننقل كلامه. احنا هنا هدفنا في البرنامج ونوعيكم لكل تصريحات وأحداث تصير في المنطقة، إيران، أمريكا، السعودية، إسرائيل، كل الدول، على مود تفهمون، يكون عندكم صورة كاملة 360 تسيطرون بها على المشهد من كافة الجوانب. فأتمنى تفهمون هذا الكلام، لازم تسمعون هذا الكلام. إنه إيش قال هو؟ إيش قال؟ ليش؟ لأن راح أقول لكم بعدين شنو نظرتي لكلامه. قال إنه الحشد الشعبي مسيطر على القرار في العراق، وأيضا اتهم، وهذا كلام وزير الخارجية السعودي مو اتهامنا أو كلامنا في البرنامج، ده يقول إنه قام الحشد مو الفصائل. لاحظوا ما استخدم كلمة فصائل مسلحة أو ميليشيات، لا، قال الحشد، باستهداف دول واستهداف داخل العراق، وده يتهم إيران بأنها دعمت الحشد الشعبي. هذا الكلام شنو معناته؟ هذا تغيير في الخطاب الدبلوماسي السعودي. اللهجة السعودية منذ قدوم بن سلمان مع العراق كانت لهجة طيبة، لهجة أحيانا ناعمة، بعض الأحيان في بعض المجالات جاملت الجانب العراقي، وتختلف عن اللهجة السعودية المعتادين عنها في سنوات سابقة، كانت قوية أكثر بعد الغزو. شنو معناته؟ معناته أن السعودية، الكويت، لربما تركيا، الإمارات على الأغلب،
قد تكون نظرتها للعراق أو سياستها تختلف بعد الحرب. شلون تختلف؟ أنه ما تأمن بوجود فصائل مسلحة على حدودها تقصفها تهددها في المستقبل. فهاي ليش أقول لكم إياها؟ هاي حتى لو انتهت الحرب في إيران ممكن إحنا نواجه مشاكل دبلوماسية في العراق مع هذه الدول ودول أخرى بسبب نظرتها على الأقل. فأما الحكومة العراقية ووزارة الخارجية تحاول تفهم من السعوديين موقفهم، تحاول تصحح الأمور داخل البلد إذا أكو اعتراضات على شيء معين، وأيضا ايش قد ما تقدر لازم تقلل نفوذ هذه الفصائل الأخرى اللي تقول إحنا ضربنا السعودية وضربنا الكويت والأردن وتركيا وكذا، على مود تبعد هاي التهمة عن جهات ومؤسسات رسمية وأمنية في البلد. الشيء الأخير اللي أريد أذكره إنه بدنا نشوف أيضا مثلا في الكويت شفنا يوم أمس فيديو شلون يدعون إنه ألقوا القبض على خلية كبيرة لحزب الله في الكويت، وصور وأشياء ودرونات كانوا يقولون هاي ينطون إحداثيات وصور من أماكن الاستهداف. معناته إنه دول الخليج، وهذا تأكيدا لكلامي اللي فات الآن، معناته إنه دول الخليج على الأغلب راح تشدد سياستها مع المحور الإيراني. ما أعرف إيش قد باقي مجال المصالحة بين دول الخليج وإيران، لأن إيران دا تطلع بتصريحات يقول لازم دول الخليج تدفع فلوس الأضرار وكذا وكذا. يعني الأمور قد تصل إلى مرحلة من الحرب الباردة حتى لو انتهت الحرب اليوم. ما أتوقع راح تنتهي الحرب اليوم حسب الخبراء بأمريكا، بعد لها على الأقل أسبوع أسبوعين إذا مو أكثر. شكرا على متابعة مباشرة مع ستيفن نبيل عبر قناة شمس. أشوفكم يوم غد الساعة 9:30 بتوقيت بغداد. راح أعيكم مبكرا. كل عام وأنتم بخير. أتمنى لكم عيد فطر مبارك، وإن شاء الله كان صيامكم مقبول ودعائكم مقبول، والله يحفظكم ويحفظ الشعب والبلد، كل الشعوب والبلاد في المنطقة، وينهي هاي الغمة والحرب المستمرة في المنطقة، لأن الناس تعبت، الناس تأذت كثيرا. تحياتي لكم، تصبحون على ألف خير.